بيبدأ الفيلم مع مايكل وده من عيلة محافظة جدا. أبوه بيكون هربان من الشرطة وأمه بتكون ليل نهار بتشرب، ولما بيطلع عشان يبص على أمه بيلاقي شرب كتير وأغمى عليها، فبسرعة بيطلب لها الإسعاف. وبعد كده بيشوف جواب من صاحبته وهي بتعترف لها إن هي بتحبها، فبيفهم إن والدته خلصت على نفسها بسبب العلاقة اللي مش كويسة دي. وبنرجع بالأحداث لورا وبنتعرف على عيلة. الأم بيكون اسمها لوسي والأب جوزيف وأخته كريستينا، وبنعرف إن هي شغالة في مالها ليلي وده جيمي مديرها. ولما مايكل بيروح لصاحبه بتفتح له واحدة اسمها سارة ودي بتكون أم صاحبه وبيبان إنها جميلة جدا، فبيطلع له صاحبه وبيكون عاوزه في موضوع، فبتدخل أم صاحبه وبتقول له صاحبه ينزل يجيب لها طلبات البيت، ومايكل بيفضل مستني صاحبه. ساعتها بتتكلم معاه سارة وبتفضل تنصحه بحاجات في حياته وإنها تعلمه كل حاجة على قد ما تقدر، وبيكون مايكل موافق على كل حاجة بتقولها. بعدها بنشوف مايكل وصاحبه بيلي في المدرسة وبيكونوا بيكلموا على البنت اللي بيحبها، وحبيبته دي اسمها نينا وبيحاول يعمل اي حاجة علشان تحبه. وزميله الرخم ده اسمه كارلوس، وبيراهن مايكل على $1000 لو قدر يخلي نينا تحبه. وبيلاقي واحد صاحبه تاني رخم اسمه كيفن، وهما في الحصة فجأة الأستاذ بيتعب خالص وبيموت، والمدير بيمشي المدرسة كلها علشان خاطر وفاة الأستاذ. وبيستغل الفرصة مايكل وبيروح يكلم نينا وبيعرض عليها تروح معاه جنازة الأستاذ بتاعهم، ولكن صاحبها كيفن بيجي وبيكون عايز يضربه علشان بيكلمها، بس نينا بتعرفه ان هما انفصلوا، انها دلوقتي تقدر تروح مع مايكل اي حتة براحتها. وبيمشوا هما في العربية بالصدفة بيشغل مايكل اغنية بالغلط، فبتقول نينا ان هي بتحب المغني ده جدا، فبيكدب عليها مايكل بيقول لها ان المغني ده صاحبه، وبتسأله هتروح حفلة المغني ده بكرة، فبيقول لها ان هو رايح الحفلة، وبيقول لها ان هو هيكون جنب المغني على المسرح، فبيقول لها ان هو كان نفسه تحضر معاه الحفلة دي لكن هو عارف ان اهلها مش هيوافقوا، فبتقول له لا اطمن اهلها مسافرين وهي عادي ممكن تروح في اي وقت، فبيقول لها تمام ووشه بيصفر ساعتها. وبنشوفه بعد كده وهو راح بسرعة لصاحبه جيمي وبيطلب منه تذكرتين بسرعة علشان الحفلة، فبيوافق بس بشرط يروح يجيب له حاجات من واحد تاني عشان يتصرف له في التذاكر. وتاني يوم بيروح لصاحبه بيلي وبتقابله ام صاحبه سارة، وبتعرض عليه ياخد مفتاح عربيتها لان والدته رفضت تديله العربية بتاعته، وتشترط عليه انه ياخد ابنها معاه، وفعلا بياخد بيربي العربية وبيكون معاهم نينا، وبيروحوا ياخدوا التذاكر من جيمي. والمفاجأة ان الراجل بيقوله انه مقدرش يجيب تذاكر، وبيكون مايكل محتار جدا، ونينا بتكون مستعجلاهم بره لان الحفلة قربت تبدأ. وساعتها بيلي بيسمع صوت ابو مايكل وهو في العربية مع واحدة، فبيخبط على الباب وكأنه شرطي، فاول ما بيطلع بيصوره بيجري. وساعتها مايكل بيتلكك باللي حصل وبيقول لها ان هو مش قادر يروح الحفلة، فبتقول ان هي متضايقة جدا علشانه، وان لو في نفس الموقف كانت هتبقى زعلانة جدا. وتاني يوم بتخش مام تروس عليه وتقول هي عارفة ان هو كان فين امبارح، وكمان عرفت ابوه كان فين ومع مين، وعلشان كده هتجيب محامي وهتروح عند اهلها لحد ما تتطلق. ولما بيروحوا مدرسة كارلوس بيفكر مايكل انه فاضل له اسبوع على رهانهم عشان يخلص، وبعد شوية بيدخلوا الحصة وبيدخل المدير ومعاه المدرسة الجديدة وبيعرفهم عليها وانها تبقى معاهم مكان الاستاذ اللي مات، لكن المدرسة بتشرح شوية بعدها بتموت هي كمان. وبعد شوية بيكون مايكل في مركز الشرطة لانه اتقبض عليه بسبب العربية اللي كانت معاه، لان هو معهوش رخص لانه عنده 17 سنة والعربية غالية جدا وممكن يكون سارقها. والمحامية بتقول عشان تقدر تطلعه لازم تقول ان العربية دي مش بتاعته وانها بتاعت والده، وفعلا بيقول الشرطي ان هي بتاعت والده. والظابط بيسأله ايه الشغل اللي بيخليه يقدر يجيب عربية زي دي، فبيقوله ان ابوه معاه شغل في مكان بعيد عن هنا. وبتقدر المحامية تطلع مايكل من السجن، وبنشوفها هي بتاخد ممنوعات وهي مع مايكل في العربية، وبتكون مش فاعية خالص، وبتعرض على مايكل يقضي ليلة معاها، لكن مايكل بيرفض وبينزلها من العربية. ولما بيروح البيت بيلاقي اخته عازمة كل اصحابها، وبيجي فكرة لمايكل ان هو يقلب البيت مالها ليلي لمدة يوم واحد علشان يقدر يجمع $1000، وده علشان يديها لصاحبه كارلوس في حالة انه لو خسر الرهان. ولما بيعرض الفكرة على اخته واصحابها بيقرروا انهم يساعدوه، ومش بيعدي وقت كتير وبتوصل ام بيلي لان بيلي هو اللي عرفها، وبيروح مايكل ليها وبيطلب منها ان هي ما تعرفش امه حاجة. ومايكل بيروح للمطبخ علشان يعمل مشروب، فبتخش سارة ام صاحبه بيلي وبتكون عايزة تقرب منه، لكن هو بيجري منها وهي بتفضل تجري وراه. ولما بيدخل بيلي مايكل بيقول له ياخد امه ويمشي من هنا. بعدها الحفلة بتبدأ وبيقعد هو وصاحبه يلموا الفلوس، وفجأة بتيجي ليلة حفلة وبتسأل عليه صاحب اخته، وبتعرفه انه اهلها بعدوا عنها من بعد ما اختها الصغيرة ماتت وكانوا لسه هيعترفوا بحبهم، فبتدخل عليهم سارة وبتبوظ قعدتهم الحلوة، فبتشتم نينا وبتطردها من الحفلة. وبينزل وراها مايكل بسرعة علشان يفهمها، لكن بيوصل واحد تبع كارلوس وبيعرفه ان هو لازم يدفع $1000 بتوع الرهان، فبتفهم نينا ان هما كانوا مترهنين عليها ولسه هتضرب مايكل، راح منزل راسه فالبنية جت في الشرطة. وبعد كده بتوصل بقية الشرطة والصحفيين وبيتم القبض على كل اللي في الحفلة حتى نينا اللي ملهاش دعوة بالموضوع، وده لانه حول البيت لمالها ليلي بدون ترخيص. وبتحصل فوضى كبيرة في المكان وبيطلعوا كلهم على مركز الشرطة، وكريستين بيطمن اخته ان هو هيطلعها، وبيروح لنينا علشان يطمنها وبيقول لها ان هو يشوف لها محامي وهيطلعها من هنا. وساعتها بتعترف ان هي كانت بتحبه لكنها ما كانتش تعرف ان هو كده،
فبيقول لها ان كل اللي حصل ده كان غصب عنه، فهي بتقول ان هو بكره هيكبر ولازم يتحمل مسؤوليه افعاله، لان كل اللي حصل ده كان خطأ منه هو. فبتطلب منه ان هو يمشي لانها مش عايزه تشوفه تاني. ولما بيروح البيت ابوه بيتصل بيه بيقول ان هو خسر شغله بسببه، وده لان مايكل جاب سيرته في موضوع العربيه. وبنعرف بقى ان كل اللي فات ده كان فلاش باك، وبنرجع تاني للوقت الحالي، وبيكون مايكل ندمان على كل اللي حصل. وفي الوقت ده بتوصل سارة بتسأله على والدته، فبيعرف ان هي حاولت تخلص على نفسها بعد ما شافت الجواب اللي هي بعتته، وان لسه الاسعاف واخدينها. فمش بتهتم سارة بالكلام ده، بتعرض على مايكل ان هم يتعشوا سوا، فبيمشيها مايكل علشان يروحوا المستشفى لوالدته. ولما بيروحوا الممرضة بتعرفوا ان هي ماتت، لكن الممرضة بتكون قالت له على واحدة غلط وان امه موجودة وهي ورا الستارة. فبتنصح امه تصلح علاقته بنينا لانها عارفة ان هو بيحبها. فبيروح لمحامية كبيرة عشان تطلع نينا، وبيدفع اول دفعة $40، وبيقدر يطلع نينا وصاحبه بيلي. بعدها بيروح المستشفى امه تاني، وبتكون نينا اشتغلت في نفس المستشفى دي، وبيفرح مايكل جدا وبيحس ان هو بدأ يتغير. وهو خارج بيكون خلاص هيعمل حادثة، فنينا بتروح له بتطمن عليه لو حصل له حاجة، فبتعترف له ان هي مبسوطة بالتغيير اللي حصل له وانها بتحبه. وهنا بيخلص الفيلم، نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا لك يا صديقي.